السلام عليكم أبنائي وبناتي طلاب الثانوية العامة والأزهرية، وأهلا بكم في كبسولة جديدة من كبسولات اللغة الإنجليزية. النهاردة هنتعلم إزاي نحول الفعل إلى اسم. الفعل لاسم، الفيرب للنون. عشان نحول الفيرب للنون أنا قدامي ست طرق. أول طريقة إن أنا أضيف الآي إن جي. إزاي الكلام ده؟ الآي إن جي زي كلمة بلاي يلعب هتصبح playing اللعب ذات نفسه، أو ووتش أصبحت watching. عشان كده أنا عندي الفاعل في الجملة دي I watch TV. كلمة watch دي verb، watch هنا verb ما ينفعش أبدأ بيها الجملة. إنما هنا كلمة watching TV مشاهدة التلفزيون is nice. أنا بدأت بيها ليه كلمة watching هنا؟ لأن watching هنا noun بإضافة الاي ان دي اتحولت لنون، فأصبح بإمكاني إن أنا أبدأ بيها الجملة. الطريقة التانية إن أنا أضيف ال ER. إزاي؟ زي كلمة بلاي يلعب، لما نضيف لها ER في الآخر تبقى player لاعب player. help تبقى helper، بدل ما هي يساعد هتبقى مساعد. أضفنا ال ER. ممكن نضيف ال OR. ال OR زي act يمثل هتصبح actor ممثل. visit يزور visitor زائر. أضفنا ال OR. ممكن نضيف المقطع mint زي govern يحكم تبقى government حكومة. supply يزود supplement معونة أو مؤونة. أضفنا المقطع mint. ممكن نضيف المقطع ins أو ans في الآخر زي accept يقبل تبقى acceptance قبول. confide يثق confidence ثقة confidence ثقة. وعندي ان انا اضيف الار والواي دول اللي بيدلوا على مكان حدوث الفعل، زي بيك يخبز اصبحت بيكري المخبز اللي بيحصل فيه عملية الخبز مكان حدوث الفعل. او حالة الفعل انا ممكن استعبد اقول slave يستعبد. اما لو خليتها slavery هيكون هو الاستعباد ذاته. وبكده نكون عرفنا ازاي نحول الفعل الى اسم. اتمنى تكونوا استفدتوا. شكرا، ودايما ادعمونا بلايك وشير. كان معكم مستر ياسر السمان.